بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تكلمنا بالأمس ولله الحمد على أحكام الميم الساكنة وأحكام النون الساكنة والتنوين مفصلة، وبيناها إن شاء الله بيانا شافيا، وتدربنا على الأمثلة. ووقف بنا الحديث عند أزمنة الغنن. الغنن جمع غنة، والغنة هي الصوت الذي يخرج من الخيشوم. الخيشوم هو الفراغ داخل خلف الأنف، فوق غار الحنك. هذا غار الحنك فوقه وخلف الأنف. هذا الفراغ طبعا له وظائف تنفسية، ما نحكي قدام الدكتور عبد الرزاق حفظه الله. له وظائف تنفسية من حيث تنقية الهواء من الشوائب، ومن حيث تسخين الهواء البارد حتى لا يدخل باردا فيؤذي الرئتين. وله وظيفة صوتية. الوظيفة الصوتية يخرج منه صوت قابل للتطويل والمط. هذا الصوت. وقلنا وكررنا إن هذا الصوت يكون في اللغة العربية فقط مع الميم والنون، ولا حرف ثالث. انتبهنا؟ طيب، طالما أنه قابل للتطويل، كم أطوله؟ يعني ما هو الزمن، ما هو الضبط لهذه العملية؟ أئمتنا رحمهم الله، ومنهم شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في كتابه الدقائق المحكمة على شرح المقدمة الجزرية، بيّنوا بأنها 4 درجات. أطول ما تكون الغنة، أطول ما تكون إذا كانت النون والميم مشددتان أو مدغمتان. مشددة مثل حمالة الحطب، من الجنة، هذه إيش؟ مشددة. المدغمة مثل لن نؤمن لكم، مثلا لكم ما كسبتم، لكم ما. فالنون والميم المشددتان والمدغمتان غنتهما أطول ما تكون، أطول ما تكون. سماها بعض العلماء أكمل ما تكون. أقل منها بقليل وليس بكثير. أؤكد على أنه بقليل. غنة النون والميم المخفاتين، النون والميم المخفاتين غنتهما كاملة. يعني نقول من شر، من شاء الإنسان، من بعد ترميهم بس. لا نطول أكثر من ذلك ولا نقصر عن ذلك. هذه الغنة في النون والميم المخفاتين اسمها غنة كاملة. ما اسمها؟ كاملة. صار عندي كاملة وأكمل. أما النون والميم الساكنتين المظهرتين فيهما وصفان، السكون والظهور، مثل أنعمت. النون في أنعمت والميم في أنعمت. النون والميم الساكنتان المظهرتان غنتهما ناقصة، يعني فيهم مط قليل. ما سبب هذا المط؟ بينية الحرف. بينية الحرف. أن عم بس، لا نزيد. بعض الإخوة كنت أستمع، أو بعض الأخوات في الفترة الصباحية كنت أستمع، يقولون مثلا العالمين. هذا زيادة يا أخي، ما يصح. العالمين فقط، الرحيم وبس. لا نبترها بترا، الرحيم هذا بتر. ولا نقول الرحيم، لا هذا ولا ذاك. انتبهنا؟ هذه الغنة اسمها غنة ناقصة.
متى تكون الغنة ناقصة؟ في النون والميم الساكنتين المظهرتين. وتكون الغنة أنقص ما تكون، أنقص يعني أكثر نقصانا، أقصر ما تكون في النون والميم المتحركتين. نا، قولوا نا فيها غنة لكن هذا طولها. نو، ني، ما، مو، مي، بس. هذه هي أزمنة الغنى. طيب، نحن نعلم بأن القرآن العظيم نقل إلينا بثلاث سرعات: بطء وحدر سرعة يعني، وتدوير بين المرتبتين. فهل هذا المقياس ينطبق على السرعات الثلاث؟ هذا المقياس الذي ذكرته مرن، مرن يعني بالعربي نحن نقول مطاطي، مثل المطاط. تعرفون المطاط؟ شو اسمه باللغة؟ ريزينكا. هذا المطاط، هذا المقياس ريزينكا، يعني يصير طويل وقصير. نعم أستاذ؟ اسمه التصغير ريزينكا. اسمه التصغير. طيب التكبير؟ ريزينا. ريزينا، خلاص. فالريزينا يا أيها الذين آمنوا، هذا الميزان ينضغط ويكبر بحسب سرعة القراءة. لما يقرأ القارئ بالتؤدة والبطء سيكون زمن الغنى أطول منه. انتبهتوا؟ من الجنة والناس. إذا كان يقرأ بالتدوير من الجنة والناس ستكون أقصر. إذا كان يقرأ بالحدر من الجنة والناس، انتبهتوا كيف؟ فهو نفسه يكبر ويصغر. تطبيقه بالتحقيق بالتؤدة بالبطء أسهل من تطبيقه بالتدوير، وتطبيقه بالتدوير أسهل من تطبيقه بالحدر. انتبهتوا؟ أين يتجلى هذا؟ مثلا نأخذ مقطع إن كنتم مؤمنين. إنكو هذا إخفاء، تم كنت هذا إخفاء ثاني، تم مؤمنين هذا إدغام. فالماهر من القراء من يستطيع أن يجعل الأول والثاني أقصر بقليل من الثالث. إن كنتم مؤمنين بدون مبالغة. دائما القراءة مبنية على ترك المبالغات. إن كنتم مؤمنين. انتبهتوا كيف؟ نجد في بعض كتب المحدثين يقولون الغنة بمقدار حركتين. هذا كلام بعض المدرسين في المدارس، يفعلون هذا بنظرهم للتسهيل على الطلاب. لم يقل بهذا أحد من الأئمة البتة. البتة أنا يعني أعي ما أقول. أبدا ما أحد يقيس الغنة بإيه؟ بالحركات. الحركات تقاس بها المدود. انتبهتوا كيف؟ أما الغنن فلا تقاس بالحركات. قالوها من باب يعني يظنون أنهم يسهلون على الطلاب. طب هل هو صحيح؟ لا، مو صحيح، مو صحيح. هلا لما أقول أنا من الجنة، هل هذه الغنة مثل قا؟ لا، أطول منها. انتبهتوا؟ فأصلا قياسها بالحركات غير صحيح. نرى على اللوحة أزمنة الغنن. لأزمنة الغنن 4 مراتب: أكمل وكاملة وناقصة وأنقص. في هون ملاحظة لأهل الفهم، ما هي؟ ماذا قلت؟ الله يرضى عليك. يعني توظيف الألوان لأهل الذوق، وما يعقلها إلا العالمون. اللون الغامق للأكمل، أقل بقليل للكاملة، أقل للناقصة، أقل للكل للأنقص. هذا اسمه توظيف الألوان، يعني جعلوا وظيفة للون، وظيفة تؤدى، ليست مكياج مثل هذا الذي يضعه النساء أو كذا.
طيب تكون الغنة أكمل يعني أطول ما تكون في النون والميم المشددتين والمدغمتين، نحو ولكن الله سلم، في اليم ولا تخافي، فمن يعمل ما لهم من الله وتكون الغنة كاملة في النون والميم المخفتين، نحو هذه الأمثلة سنقرأها الآن إن شاء الله. الإنسان أم بورك ترميهم بحجارة وتكون الغنة ناقصة في النون والميم الساكنتين المظهرتين، نحو سميع عليم أنعمت عليهم هم فيها وتكون الغنة أنقص يعني أقصر ما تكون في النون والميم المتحركتين. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. مرة ثانية مع بعض. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. الله يرضى عليكم. كنتم هذه أكمل ما تكون هنا. مؤمنين النون الأخيرة ناقصة، النون اللي قبلها أنقص، نين مؤمنين ني هذه أقصر ما تكون، انتبهنا؟ نعم. يأمركم به هذه إيش؟ كاملة، انتبهتوا؟ وضح؟ هذا هو الموضوع بس. تنبيه، يتناسب، يبقى التناسب، هذا ذكرته لكم منذ قليل، يبقى التناسب بين أزمنة الغنن متحققا مهما كانت سرعة القراءة من تحقيق أو تدوير أو حذف. انتبهنا؟ الآن نأتي إلى بحث آخر. مر معنا أن الألف والواو والياء السواكن المجانس لها ما قبلها، يعني ألف ساكنة قبلها مفتوح، واو ساكنة قبلها مضموم، ياء ساكنة قبلها مكسور، هذه عند علماء التجويد اسمها حروف إيه؟ المد واللين. سميت حروف المد لأن لها قابلية المط والتطويل، وسميت حروف اللين لأنها تخرج بامتداد ويسر ولين من غير كلفة على اللسان. الألف الواو الياء أي كلفة في ذلك؟ ما في. عرفتوا الكلفة ما هي؟ يعني التعمل بالعربية نقول، شو بدنا نقول؟ مثل أطأ فيها شغل، هذه فيها شغل، أش فيها شغل، لكن أي شغلين هذا ما في شغل. انتبهتوا؟ فتخرج بإيه؟ بيسر ولين من غير كلفة على اللسان. الكلفة يعني المجهود،
مجهود. هذه الثلاثة رخوة، والحرف الرخو قابل للمط. انتبهتوا كيف؟ ورد تطويلها بقواعد منضبطة. من أقدم النصوص في ذلك أحد الصحابة، الآن نسيت اسمه، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة قاف: لها طلع نضيد، فمد صوته. هذا المد العارض للسكون، هذا نص ب100,000. وأيضا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قرأ عليه رجل في الكوفة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فلم يطول صوته فين؟ في الفقراء. هل اختل المعنى؟ ما اختل المعنى، المعنى سليم، لكن هكذا دقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقل القرآن. قال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لم تكن القواعد قد قعدت. انتبهتوا؟ شو بده يقول له؟ تركت المد المتصل؟ ما كان اسمه متصل، كان موجودا لكن ليس له اسم، الاسم حدث بعد ذلك. انتبهتوا كيف؟ فقال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: أقرأنيها: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يقولون في الكتب: فمد صوته في الفقراء، فمد صوته في الفقراء. انتبهتوا؟ فهذا الحديث أصل أصيل في المد الذي سمي بعد ذلك المد المتصل. انتبهتوا كيف؟ وحديث الأولاني تبع لها طلع نضيد أصل أصيل في العارض للسكون. انتبهتوا؟ نعم. نرى على اللوحة تعريف المد. المد لغة التطويل أو الزيادة والتطويل. مد يعني طول. واصطلاحا دائما في هناك التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. يعني مثلا الطهارة أو الصلاة في اللغة الدعاء. في اللغة إذا قالوا صلى فلان، شو يعني صلى؟ دعا. حتى النصارى إلى الآن بيقول لك أنا عم صلي لك، يعني شو قصدهم؟ أدعو لك. انتبهتوا كيف؟ فالأصل في كلمة صلاة في اللغة الدعاء، ثم نقل هذا المعنى إلى المعنى الاصطلاحي. في الفقه هي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة. مين حفظه؟ هي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير منتهية بالتسليم بشرائط مخصوصة. تمام؟ مو شافعية أنتو؟ طب هذا فقه شافعية وابني. واصطلاحا إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين أو حرفي اللين. حرفي اللين مروا معنا وقلنا بأنهما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، مثل خوف ومثل بيت. طيب بدي استطرد قليلا. افرض أن الواو قبلها ضمة، ما اسمها؟ حرف مد. قبلها فتحة، ما اسمها؟ حرف لين. طيب قبلها كسرة، شو شيخ حسين يقول؟ لا يوجد. الشيخ سيد حسين حفظه الله صحيح لا يوجد. طب إن وجد، اللي بيعرف يرفع ايده. إن وجد لا تتكلموا بدون يعني هكذا.
افرض هناك واو قبلها مكسور. شيخ يوسف، يقلب ياء، يقلب ياء، هكذا تفعل العرب. انتبهتوا؟ وزن، وزن يعني وضع في الميزان، وزن. والأداة ما اسمها؟ اسمها أصلها ميوزان، ميوزان بوزن مفعل، لأنه الفعل وزن، لكن الواو قلبت ياء ليه؟ لمجانسة الكسرة. فلا تقول العرب ميوزان، بل يقولون ميزان. ميقات، فتم ميقات ربه. ميقات ما أصلها؟ موقات، لأنها من الوقت. ميعاد، قل لكم ميعاد يوم. ميعاد ما أصلها؟ موعاد، لأنها من الفعل وعد. انتبهتوا كيف؟ طيب الياء هذا كله استطراد، ما له علاقة بالمدود، بس يعني حتى كمان الياء إذا ساكنة وقبل مكسور ما اسمها؟ حرف مد ولي. قولوا حرف مد ولي. طب إذا قبلها مفتوح؟ حرف لين. طب قبلها مضموم؟ هو لا يوجد، لكن لو وجد نقلبها واوا. انتبهتوا كيف؟ نقلبها واوا. مين بيجيب مثال؟ ايوه سيدي. أي رجل موسر. موسر أصلها ميسر. ميسر من اليسر، من اليسر ضد العسر. انتبهتوا كيف؟ رجل ميسر. والعرب لا تنطق ياء ساكنة قبلها مضموم، فيقلبونها واوا مجانسة للضمة قبلها، فيقولون رجل موسر. موقن، فتح الله عليكم، أصلها ميقن لأنها من اليقين. أحسنت سيدي. انتبهتوا كيف؟ هيك شغلوا العلم هكذا. يحتاج إلى يعني ممارسة ونشاط وانتباه ومذاكرة. ومذاكرة. كان أستاذنا الشيخ محي الدين الكردي قال لي مرة، الله يرحمه، يمكن من 50 سنة، قال لي فهم سطرين، فهم سطرين خير من حفظ وقرين. الوقر هو حمل البعير. وقرأ في بالقرآن، وقرأ ما هي؟ فهم سطرين، فهم سطرين خير من حفظ وقرين، يعني حمل جملين من الكتب بدون فهم. واحد حفظ كتب كثيرة يحملها جملان بس بدون فهم، واحد ثاني فهم سطرين. من الذي يستفيد أكثر؟ الذي فهم. فهم سطرين خير من حفظ وقرين، ومدارسة بين اثنين خير من هذين. مين هذين؟ يعني فهم سطرين وحفظ وقرين، يعني كناية عن أن المدارسة، العلم ينمو بالمدارسة. انتبهتم يا أيها الإخوة؟ العلم ينمو بالمدارسة. قال نرى على اللوحة: وحروف المد واللين هي الألف والواو والياء السواكن المجانس لها ما قبلها، نحو نوحيها. هذه الكلمة موجودة في القرآن وتميزت بأن فيها حروف المد الثلاثة. انتبهتوا كيف؟ نوحيها، هذه حروف المد الثلاثة. وسميت حروف المد لأن لها قابلية المط والتطويل، وسميت حروف اللين لخروجها بامتداد ولين من غير كلفة. حرف اللين تقدم صفحة أن حرفي اللين هما الواو والياء الساكنتان مفتوح ما قبلهما، نحو قول، يوم، قريش، والليل.
أنواع المد في القرآن الكريم. هلأ بدنا ننتبه ونركز. هذا الجدول الذي ترونه أمامكم فيه كل المدود في القرآن الكريم، كلها على الإطلاق، فاستوعبوه وافهموه تفهمون المدود في القرآن الكريم كله. المدود في القرآن الكريم نوعان: نوع مده حركتين كالطبيعي، ونوع يزاد على الحركتين. انتبهتوا كيف؟ نوع يزاد على الحركتين. نرى على يمين الجدول أنواع المدود في القرآن الكريم. أصلي، شو بيقابل كلمة أصلي؟ فرعي. الأصلي بين قوسين الطبيعي. فرعي ما معناه فرعي؟ يمد أكثر من حركتين، مثل قال، هذه الألف، قال، يقول، قيل، نوحيها، هذا شو اسمه؟ مد طبيعي. يلحق به مد البدل، لأنه البدل أيضا حركتين. طبعا نحن ما عم نتكلم عن ورش، ورش له وضع خاص، نتكلم عن كل القراء إلا ورش، أو بالأحرى نتكلم عن حفص بالذات، يهمنا حفص. فالبدل في عند المجودين سيأتي تعريفه معنا بعد قليل، مثل آمنوا مثلا. العوض مثل وكان الله عليما حكيما. الصلة الصغرى، الصلة الصغرى مثل إنه على رجعه لقادر. بس هذا الطبيعي وما يلحق به. هذه المدود اللي على اليمين كلها حركتين. أما هذا الفرعي فله شعبتان، واحد سبب الهمز وواحد سبب السكون. انتبهتوا؟ اللي سبب الهمز المتصل والمنفصل والصلة الكبرى. المتصل وسيأتي معنا مثل جاء، المنفصل مثل يا أيها، الصلة الكبرى مثل ما له أخلده. اللي سبب السكون أول واحد وأهم واحد اللازم، مثل ولا الضالين، هذا شو اسمه؟ مد لازم، سيأتي معنا بالتفصيل. هذا بس مدخل، هذا الجدول مدخل إلى المبحث وجمع شتات مسائله. العارض للسكون، العارض للسكون مثل تعملون. اللين مثل قريش. بس هذه هي المدود في القرآن الكريم، 9 لا عاشر لها: الطبيعي، البدل، العوض، المتصل، المنفصل، الصلة بنوعيها، اللازم، العارض للسكون، اللين. 9. شو اسمها هذه يا إخوة؟ اسمها أنواع المدود. لاحظوا كلمة أنواع، معناها كل واحد مختلف عن الثاني في جانب من الجوانب. في شيء أيها الإخوة اسمه ألقاب، ألقاب المدود. الألقاب لا علاقة لها بالأنواع. بعض إخواننا المدرسين ينقل بعضهم من بعض، عرفتوا كيف؟ هذا بينقل من هذا وهذا بينقل من هذا، فبيذكروا ألقاب تشوش الطلاب ولا فائدة منها، تشوش الطلاب ولا فائدة منها. مثل بيقول لك مد الحجز، مد الفرق، مد التمكين. يا حبيبي هذه ألقاب وليست أنواع. أول من تكلم في الألقاب أبو بكر بن مهران رحمه الله، له رسالة صغيرة اسمها رسالة ألقاب المدود. حققتها أنا منذ 4-5 سنوات تقريبا، وطبعتها دار الغوثاني. اسمها رسالة ألقاب المدود. لمن؟ لأبي بكر بن مهران، من علماء 100 الرابعة، يعني من قبل 1000 وأكثر من 50 سنة.
هو ذكر ألقاب المدود وتبعه بعض العلماء واختلفوا في بعضها وذكروا يعني في، ولا يقدم ولا يؤخر هذا الموضوع. يعني أنا لما بقول لك يحييكم إنه هذا اسمه مد كذا، طيب شو هو؟ هو مد طبيعي، أليست ياء ساكنة قبلها مكسور؟ مد طبيعي يا أخي. انتبهتوا كيف؟ مد التمكين، المد التمكين اختلفوا، ناس بيقولوا على المتصل وناس بيقولوا على مد ثاني طبيعي. خلص هذا يكفي. فأنا الآن أكلم الأساتذة، لا تكلموا الطلاب بأشياء غير مفيدة، لا تلزمهم. العلم بها من قبيل الترف العلمي أو يعني البحث المتخصص. نحن نريد أبناءنا أن يقرأوا القرآن بس، ما نريد أن نحشو أذهانهم بمعلومات ما حيستفيدوا منها. هذه تكفي وزيادة. هل انتبهنا للجدول؟ احفظوه برؤوسكم. الطبيعي تحته البدل والعوض والصلة الصغرى. الفرعي قسمين، سببه همز وسببه سكون. اللي سببه الهمز متصل منفصل صلة كبرى، اللي سببه السكون لازم العرض السكون اللين بس، وانتهينا. قياس أزمنة المدود. بدنا نقيس هالمط، هذا التطويل للمد كم، يعني كم طوله، بأي شيء أقيسه. قاس علماؤنا الأوائل ومنهم أبو بكر بن مهران الذي ذكرته منذ قليل في 100 وتبعه الإمام أبو القاسم الهذلي في كتابه الكامل في القراءات 50. هذا أوسع كتاب قراءات ظهر في التاريخ الإسلامي. تبعه على قياس المدود بحركات الحروف. يعني لما أقول أنا قا، خليكم معي بدك تركز، لا تنشغل بالمصور، هذا ما حيفيدك. قا هذه فتحة، إذا قلت قا هذه ألف. قو هذه قاف مضمومة. قو هذه قاف مضمومة بعدها واو. قي هذه قاف مكسورة. قي هذه قاف مكسورة بعدها ياء. الآن يبرز سؤال: الألف والواو والياء كيف نشأت؟ بتطويل الحركة. طول الفتحة ينشأ ميم ألف، طول الضمة ينشأ واو، طول الكسرة ينشأ ياء. أطولها بمقدار كم؟ بمقدار حركة أخرى. يعني قا تساوي قاقا، قو تساوي قوقو، قي تساوي قيقي. هذا معنى قولهم بمقدار حركتين، يعني حرفين متحركين متتاليين. بمقدار ايه؟ حرفين متحركين متتاليين. بعض العلماء يعني فينا نقول من 100 سنة إلى الوراء أو أكثر قليلا، أحب بعضهم أن يسهل على الطلاب فقال إنه قبض الإصبع أو بسطها بحالة وسطى، وانتشر هذا المقياس، انتشر. تعالوا لنتأمله. قبض الإصبع أو بسطها، أوها قبض أو بسط بحالة وسطى. طيب هل إصبعي مثل إصبع الشيخ آدم؟ أنا بعمل هيك بسرعة، هو بيعمله شوي شوي، أو العكس، مو منضبط. طيب هذا من شخص إلى آخر. في الشخص نفسه لا ينضبط بمراحل عمره المختلفة.
يعني أنا حركة إصبعي الآن وعمري 68 سنة مثل حركة إصبعي لما قرأت وعمري 15 سنة، واللي عمره 80 واللي عمره 90. والله مرة حضرت مجلس في القاهرة المقرئ يمكن عمره 85 كان أو أكثر، وهكذا يعد. ومسكين الطالب يمد عيونه على أصابع الأستاذ، والأستاذ كبير في السن وبين الإصبع والإصبع يوجد إصبع، يعني عرفتوا كيف؟ كبير. يا هداك يعمل له هيك وهداك يمد وعيونه على فين؟ على أصابع الأستاذ. إيش هذا؟ المقياس الصحيح والمنضبط، أهم شيء المقياس يكون منضبط. عرفتوا شو معنى منضبط؟ يعني أفعله أنا وتفعله أنت فيكون نفس الزمن. الحركة قولوا كلنا قلنا هل نختلف على ذلك؟ لكن افعل هكذا كل واحد إصبعه شكل. عرفتوا كيف؟ فهذا المقياس قد تجدونه في بعض الكتب، دعكم منه، لا أنصح به أبدا، وغير منضبط. المنضبط هو الحركات. فلما يقولون بمقدار حركتين يعني بمقدار حرفين متحركين متتاليين، هذا لا يختلف عليه أحد. نوحيها 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 نوحيها. نختلف على هذا؟ لا. تريد أن تمد 4 حركات، مد بمقدار نو مرتين أو بمقدار حي مرتين، هذه 4 حركات. قولوا لشوف. موسى موسى. مو كم حركة؟ سا كم حركة؟ اجمعوهم 4. خلص بدك تمد متصل، مد بمقدار موسى عيسى أولئك على وانتهينا. بدك تمد 6 حركات، يا موسى هي 6 حركات، يا حركتين، مو حركتين، سا حركتين، اجمعهم 6 حركات. ولا الضالين بس. أما أطول من هيك الإمام السخاوي، ذكرت لكم أبو الحسن السخاوي تلميذ الإمام الشاطبي لما أراد أن ينظم في التجويد وقال يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، أول قاعدة قال لا تحسب التجويد مدا مفرطا. يعني لا تحسب إذا طولت المد وبالغت في الطول صرت أنت ما شاء الله حولك مجود، لا يا حبيبي. أول ملاحظة لا تحسب التجويد مدا مفرطا. فبعض إخواننا بيطولوا جدا إلى درجة ممجوجة. انتبهتوا كيف؟ ذكرت لكم وأذكر مرة ثانية، قرأ شخص على الإمام حمزة فلم يطول المد فقال طول، فطول وبالغ فقال قصر. أما علمت أن القراءة بمنزلة البياض، اللون الأبيض يعني، إن قل صار سمرة يعني أسمر مثل إيش يعني بيج يعني كريم، وإن زاد صار برصا، وما كان فوق القراءة فليس بقراءة. والله حكيتها وسألت على البيج قلتوا لي بيج صح؟ لا ما بني شيء متذكر. نرى على اللوحة قياس أزمنة المدود. تقاس أزمنة المدود بالحركات. هل عرفنا ما معنى الحركات؟ الحرف المتحرك فتحة أو ضمة أو كسرة التي تريد لأنها متساوية. انتبهتوا؟ قا
قو قي نفس الطول. والحركة هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرف متحرك مفتوح أو مضموم أو مكسور. فزمن النطق بقا يساوي زمن النطق بقو يساوي زمن النطق بقي. ولأئمة القراءة في قياس أزمنة المدود 5 مقادير هي: القصر، بيقول لك هذا المد يقرأ بالقصر. ما معنى القصر؟ هو المد بمقدار حركتين كالطبيعي. فويق القصر، فويق على وزن فعيل، وقلت لكم بأن العرب تصغر على فعيل. انتبهتوا كيف؟ فعيل. فويق يعني فوقه بقليل. انتبهتوا كيف؟ فويق القصر هو المد بمقدار 3 حركات. التوسط هو المد بمقدار 4 حركات، بين قوسين ضعف الطبيعي، هذا موسى أو عيسى. فويق التوسط هو المد بمقدار كم؟ 5 حركات. الطول هو المد بمقدار 6 حركات، بين قوسين 3 أضعاف الطبيعي، هذا يا موسى. انتبهنا كيف؟ هذه هي المقادير التي يستعملها الأئمة في قياس المدود، ومعتمدة ومنضبطة. ومنضبطة. تنبيه: يتناسب طول الحركة وبالتالي طول المد مع سرعة القراءة تحقيقا وتدويرا وحدرا. هذا الأمر مهم جدا. هذا الأمر مهم جدا. هذا مثل الغنن. أتذكرون لما تكلمت منذ قليل عن الغنن وقلنا بأنها قابلة يعني للمط، يعني تتناسب مع سرعة القراءة، وبينا بأن غنة النون المشددة مثلا في التحقيق أطول من التدوير، والتدوير أطول من الحدر. كذلك الأمر هنا. 4 حركات في التحقيق ليست مثل 4 حركات في التدوير، أطول. و4 حركات في التدوير أطول من 4 حركات في الحدر. ليه؟ لأن الحركة اختلفت. لأن الحركة اختلفت. فالحركة لما أنت بتقول قا بالبطء، قا، ليس مثل قا إذا تدوير، أو قا إذا كنت عم تقرأ بإيه؟ بالحدر. انتبهتوا كيف؟ سيأتي معنا توضيح أكثر لذلك. إذا نرى على اللوحة 4 حركات في التحقيق هي أطول من 4 حركات في التدوير، و4 حركات في التدوير هي أطول من 4 حركات في الحدر، واللوحة التالية توضح ذلك. يعني مثلا تصوروا لو أن البلاط، عارفين البلاط التي شو بسموه في الأرض اللي متى بيتا لكة بلكة. لا حول ولا قوة. خلينا على بلاط. لو أن بلاطة طول ضلعها 20 سنتيمتر، 20. إذا بدي جيب 4 بلاطات 20 و20 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 شو صاروا؟ 80. لكن لو كان طول ضلعها 15 سنتيمتر، 15 15 30 45 60، مع أن هذه 4 وهذه 4. ولو كان ضلعها 10 و10 و10 40، وهذه اسمها 4 وهذه اسمها 4 وهذه اسمها 4. لكن طول ضلع هذه هكذا، والتي تليها هكذا، والتي تليها هكذا. فلذلك هذا المقياس أيضا من مزاياه، من يعني يؤكد أن هذا الميزان هو الصحيح بدل موضوع الإصبع. لأنه الإصبع عن أي سرعة تتكلم يا صاحب الإصبع؟ تتكلم عن التحقيق أم التدوير أم الحدر؟ هذاك الميزان جامد، هذا مرن، ستريتش. يعني شو ستريتش؟ مطاطي يعني. إذن بهذه اللوحة نكون قد بينا بأن 4 حركات التحقيق أطول بقليل من التدوير، والتدوير أطول بقليل من الحدر. دخلنا الآن على لب الموضوع. كم مد عندنا؟ المد الأول
وهو أبو المدود. أبو المدود هو المد الإيه؟ الطبيعي. ما هو المد الطبيعي؟ عرفه العلماء فقالوا هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، يعني إذا ما مددته سيختفي الحرف. انظروا، قا، هذه الألف موجودة ولا مو موجودة؟ موجودة. طيب قا، اختفت الألف، هذه قاف مفتوحة، لا تقوم ذات الحرف، لا تبرز إلى الوجود إلا به. مديت بيطلع المد، لم تمد يختفي الحرف. لا تقوم ذات الحرف إلا به. طيب ما سبب المد الطبيعي؟ ولا يتوقف على سبب، ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون. ما سبب المد الطبيعي؟ ما له سبب. انتبهتوا؟ ليس مثل المتصل له سبب الهمزة أو العارض للسكون سببه السكون. الطبيعي لا سبب له، هكذا يتكلم المتكلمون. ويمد بمقدار حركتين لا غير. والحركتان ما هما؟ هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرفين متحركين متتاليين، نحو بابا أو بوبو أو بيبي. واضح؟ مد البدل، كلمة بدل في التجويد تعني شيء، وفي علم الصرف تعني شيء آخر. عند أحكام تلاوة القرآن مد البدل هو كل همز ممدود، بس 3 كلمات. ما هو؟ كل همز ممدود. قولوا هذا بدل. هذا بدل. هذا بدل. وانتهينا. وين؟ في التجويد. لكن في علم الصرف يتكلمون عن أصله، من فين هذا جاء؟ قال انتبهوا للقاعدة، الآن ما عم بتكلم تجويد، الآن عم بتكلم صرف من علم الصرف. لا تجمع العرب بين همزتين ثانيتهما ساكنة. العرب لا يقولون قولوا لا تقول العرب ذلك. فإن وجد في كلامهم أبدلوا الهمزة الثانية الساكنة ألفا فيقولون هذا الأصل. هكذا ينطق. لا يقولون بل يقولون هذا الأصل، لا ينطقونه بل يقولون أقدم بوزن أفعل. انتبهتوا؟ فينطقونها آدم. وضح؟ أؤتوا أوتوا. إئمان بوزن إفعال فينطقونها إيمان. هذا بأنه علم صرف. انتبهتوا كيف؟ لأنه بعض الطلاب بيقول لك شو السبب؟ ليش اسمه صرف؟ ليش اسمه مد البدل؟ لأننا نبدل الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى. إذا الأولى مفتوحة نبدل ألفا فنقول إذا الأولى مضمومة نبدل الثانية واوا فنقول إذا الأولى مكسورة نبدل الثانية ياء فنقول انتبهتوا؟ هذا صرف. أما في التجويد كل همز ممدود. وصلى الله وبارك. انتبهتوا كيف؟ ففي التجويد مثلا يراءون هذا بدل عند المجودين.
بعض اللي بيحبوا التفصيل الذي لا داعي له بيقول لك بدل وشبيه بالبدل. يا عمي يا عمي الله يرضى عليك، لا توجع راس الطلاب ولا تذكر لهم أشياء لن يستفيدوا منها. كل همز ممدود وبس. هلا أليس يراؤون أليس همز ممدود؟ بدل وخلصنا. طب هل أصله همزتين؟ لا، لكن هذا بالصرف مو بالتجويد. انتبهتوا كيف؟ هذا مذهبي أنا، مذهبي قلة الكلام وقلة العبارة للطلاب، نعطيهم ما هم بحاجة إليه، لا نوسع لهم توسيعا يعني لا داعي له. يعني عندنا نكتة باللغة العربية، شو نكتة يعني بس مو من النكت اللي انت بتعرفها. هي اللي عم يقول هذا الشيخ. والله صعبة يا أخي، لغتكم صعبة، الله يعينكم. ولد ذهب إلى بقال. شو البقال شو؟ تك. ولد ذهب إلى تك يعني إلى بقال، فقال له عندك سكر؟ فقال التك قال ناعم ولا خشن؟ سكر ناعم ولا سكر خشن؟ قال له لا ناعم. قال له والله ناعم ما في. قال له طيب خشن؟ قال له والله خشن ما في. طيب يا أخي، يعني طالما أنه لا يوجد عندك سكر لا ناعم ولا خشن، لماذا كثرة الكلام؟ من أول الطريق قال لك عندك سكر، قال له لا. أليس كذلك ولا غلط؟ فدائما قلة الكلام أحسن من كثرته. الطلاب لا نحملهم يعني الشيء الذي لا داعي له. خاطبوا الناس بما يعرفون، قال عليه الصلاة والسلام بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ذكر لي أحدهم أن أستاذا في بلد ما قال له أنت تحتاج في الفاتحة إلى 4 سنوات. فقلت له قل له يقول لك أيمن أنت أستاذ فاشل، يا ظالم يا منفر، 4 سنوات للفاتحة؟ ليه؟ ليه؟ في ناس هكذا. فلا تكونوا كذلك، بارك الله فيكم. حببوا قبل أن تعلموا، حببوا قبل أن تعلموا. اتركوا الطلاب يحبون تلاوة القرآن، لا تجعلوهم ينفرون بكثرة الكلام الذي لا طائل تحته ولا فائدة منه. واضح؟ نعود إلى حديثنا. مد البدل هو كما نرى على اللوحة كل همز ممدود بس، وانتهينا. وهو حالة خاصة من الطبيعي، ويمد بمقدار حركتين، نحو آمنوا، أوتوا، إيمانا، القرآن، يراءون، الخاطئين، رأى، وجاءوا، آبائي. من يذكر لي ما الفرق بين السطر الأول والثاني والثالث؟ يرفع يده. ما يتكلم يرفع يده. اللي بيعرف الفرق بين السطر الأول هذا اسمه السطر الأول، وهذا السطر الثاني وهذا السطر الثالث. ما الفرق بينها؟ من يعلم فليرفع يده. أستاذ تفضل، ارفع صوتك. الله يرضى عليك. السطر الأول يعني الهمزة في أول الكلمة، السطر الثاني في وسط الكلمة، السطر الثالث في آخر الكلمة، لبيان أن مد البدل قد يكون في أول الكلمة وقد يكون في وسطها وقد يكون فين؟ في آخرها. مد العوض. تكلمنا في أحكام النون الساكنة والتنوين أن هناك شيء في العربية اسمه التنوين، يعني ختم الكلمة بنون.
بيت، بيت، أو بيتا أو بيت. على فكرة إلى الآن عندنا في السعودية، أنا أسكن في السعودية، يعني إلى الآن بعض الذين أصولهم من البادية ينونون، وأنا أفرح جدا لما أسمعهم. ما أقول لك خذ له بيت جديد، خذ له يعني أخذ له، يكلمك عن شخص. بس يقول لك الشيخ آدم خذ له بيت جديد، خذ له بيت. شوفوا بيت، شفتوا التنوين؟ بيت جديد، جديد يعني ما يفتحون الجيم بالعامية، لكن المهم قال بيت، وجديد حذف التنوين لأنه وقف، ما قال بيت جديد. انتبهتوا كيف؟ يا سلام، والله شيء حلو. يعني هذه بقايا الفصحى، ولو كان في وقت ذكرت لكم من هذه الأشياء الجميلة. فالتنوين تفعله العرب في الأسماء، وقد يكون رفعا بيت، أو نصبا بيتا، أو جر بيتين. لكن عند الوقف يحذفونه إن كان رفع يعني ضمة، أو كسر يعني كسرة، ولا يعوضون عنه بشيء. هذا بيت، كيف يقفون عليها؟ هذا بيت. مررت ببيت، كيف يقفون عليها؟ مررت ببيت. يحذفون التنوين ولا يعوضون. أما إن كان تنوين نصب فإنهم يحذفونه ويعوضون عنه بألف، فيقولون رأيت بيتا، كيف يقفون عليها؟ رأيت بيتا. انتبهتوا كيف؟ وأكيد كيدا، هي كيدا. انتبهت؟ وكان الله عليما حكيما. انتبهتوا كيف؟ هذا هو مد العوض، هو التعويض عن تنوين النصب. لما قلنا النصب خرج مين؟ خرج الضم وخرج الجر. حالة الوقف، لما قلنا حالة الوقف مين خرج؟ حالة الوصل بألف. إذا التعويض بألف تمد بمقدار حركتين ويلحق بالمد الطبيعي. عليما عليما، أحدا أحدا، ماء ماء. هنا بعض الناس يسألون لماذا ماء ليس فيها ألف؟ لا تجمع العرب في الخط بين ألفين متجاورتين. لا تجمع العرب في الخط بين ألفين متجاورتين. انتبهتوا كيف؟ فيكتبونها هكذا. فإذا أردت أن تقف عليها بدك تكتب، شيخ اكتب، بدك تكتب لا تجمع العرب في الخط بين ألفين. مثلا اكتب مثلا ماء، وأنزل من السماء ماء، كيف نقف عليها؟ ماء. انتبهتوا كيف؟ ولو قال قائل يا أخي ما في ألف، بنقول له ولو ما في ألف لا تجمع العرب في الخط بين ألفين. وفي الواقعة إنا أنشأناهن، أيوة، إن شاء وليس إن شاء. لا، انتبهتوا كيف؟ دعاء، كيف نقف عليها؟ دعاء. قولوا ورائي دعاء. ماء. هذا هو مد العوض. صعب؟ تنبيه، لا يعوض عن تنوين النصب بألف إذا كان على هاء التأنيث. هذا قل من نبه عليه في كتب التجويد، قل من نبه عليه في كتب التجويد. يعني بيذكروا مد العوض ولا يذكرون أنه إذا كان تنوين النصب على هاء التأنيث فلا تعويض. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن. وشجرة، كيف نقف عليها؟ وشجرة، ما نقول وشجرة. انتبهتوا كيف؟ لا يعوض عن تنوين النصب بألف إذا كان على هاء التأنيث، بل
يحذف التنوين ويوقف على هاء التأنيث بالسكون. نحو وشجرة نقف عليها وشجرة، جنة وجزاهم بما صبروا جنة نقف عليها جنة ولا نقول جنة. انتبهتوا كيف؟ ثانيا تقف العرب على ماء بألف بعد الهمزة، ولكنهم لا يكتبونها لأنهم لا يجمعون في الخط بين ألفين متجاورتين، وكذلك يقفون على كل ما شابه ذلك. نحو إن شاء يقفون إن شاء. وهذا المد هو من قبيل العوض. أيوة، هي كمان هون انتبهوا، بعض إخواننا بيقول لك أليس هذا مد بدل؟ إن شاء، ألم تقل يا أيمن منذ قليل مد البدل كل همز ممدود؟ هي همز ممدود. نقول له لا، انتبه، ذاك ألفه أصلية، هذا ألفه ليست أصلية، هذا ألفه منقلب عن تنوين. انتبهتوا كيف؟ وهذا المد من قبيل المد العوض وليس مد بدل، لأن ألفه عارضة بسبب الوقف، وكذلك الوقف على نحو شيئا. شيئا هذا مد عوض وليس مد بدل. المد الجائز المنفصل. المد الجائز المنفصل انتبهوا بارك الله فيكم. يا أيها، يا فيها حرف مد، أيها في أولها همزة. قوا أنفسكم، قوا آخرها حرف مد اللي هو الواو. أنفسكم أولها إيه؟ همزة. وفي أنفسكم، في آخرها حرف مد. أنفسكم أولها همزة، فاجتمع حرف مد وهمزة لكن في كلمتين ليس في كلمة واحدة. لذلك نرى هو أن يأتي حرف المد فين؟ آخر الكلمة الأولى، وهمزة القطع في أول الكلمة التي تليها. انتبهتوا كيف؟ نحو بما أنزل، بما أنزل قالوا آمنا وفي أنفسكم. ويقال له المد الجائز ليه؟ لاختلاف القراء في مده وقصره. هذا المد بعض القراء يمدونه، يعني يعاملونه معاملة المتصل ويحملونه عليه نفس المعاملة لأن اللفظ واحد. وبعض القراء يقول لا، هذا المد في كلمة والهمزة في كلمة فيبقى طبيعي، فيقولون يا أيها. انتبهتوا كيف؟ نعم. لذلك شو اسمه مد جائز. هل عرفتم سبب تسميته جائز؟ يعني يجوز قصره ويجوز مده. ويمد في رواية حفص من طريق الشاطبية بمقدار 4 أو 5 حركات. تنبيه: كتبت يا التي للنداء وها التي للتنبيه في المصحف الشريف محذوفة الألف موصولة بما بعدها. نحو يا أيها، يا أولي، ها أنتم هؤلاء. انتبهتوا؟ هكذا كانت يكتبون في زمن النبوة. والمد في هذه الكلمات وما ماثلها مد منفصل وليس مدا متصلا، يعني لا يغرنك أنها في الخط موصولة. هذه عادة من عادات الكتابة في الزمن الأول، لكن يا كلمة وأيها كلمة، ها كلمة وأولئك كلمة. انتبهتوا كيف؟ المد الواجب المتصل أمره سهل جدا جدا، كمان يأتي حرف مد وبعده همزة، لكن في الكلمة نفسها، في الكلمة نفسها. جاء حرف المد والهمزة في نفس الكلمة. سوء جاء حرف المد وهو الواو والهمزة في الكلمة نفسها. وجيء جاء حرف المد وهو الياء والهمزة في الكلمة نفسها.
هذا المد أيها الإخوة لم يقصره أحد أبدا، لا بقراءة متواترة ولا غير متواترة، لا يقصر. لذلك شو اسمه؟ واجب. هل عرفتم معنى كلمة واجب؟ يعني يجب تطويله عن حركتين، كما قال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في أحد من القراء لا حفص ولا غيره ولا من أي كتاب روى المتصل مقصورا أبدا، لا بد من تطويله على الأقل 3 حركات، هذا على الأقل. انتبهتوا؟ طبعا 3 حركات، ما عم بتكلم عن حفص، عم بتكلم عن بشكل عام. هو أن يأتي حرف المد وبعده همزة في الكلمة نفسها، نحو: وجاءكم النذير سوء العذاب سيء بهم. ويقال له المد الواجب. ليه؟ لوجوب تطويله عن الطبيعي لكل القراء، يجب تطويله. ويمد في رواية حفص عن عاصم طبعا من طريق الشاطبية بمقدار 4 أو 5 حركات. صعبة؟ نقف هنا؟ مين اللي قال نعم؟ والله أنك صريح. برافو عليك، أحسنت والله، الصراحة حلوة جميلة. نقف هنا. نعم. تنبيه، هذا التنبيه مهم، وتابع للبحث الذي كنا نتكلم عنه. توسط المنفصل يكون فقط مع توسط المتصل، وفويق التوسط في المنفصل يكون فقط مع مثله في المتصل. قلنا منذ قليل المنفصل 4 أو 5 والمتصل 4 أو 5. لا يفهمن أحد أنه 4 مع 5 وال5 مع 4، 4 مع 4 وال5 مع 5 بس. انتبهتوا كيف؟ المنفصل 4 المتصل 4، المنفصل 5 المتصل 5 وبس. ثانيا، ها في قوله تعالى ها هذه مو هاء تنبيه، ليست مثل هؤلاء. هذه من أصل الكلمة، كلمة واحدة اسمها هاء، اسم فعل أمر بمعنى خذوا. هاء اقرأوا كتابية، خذوا اقرأوا كتابية. إذن ها في قوله تعالى هاء من أصل الكلمة وليست للتنبيه، وعليه فالمد الذي فيها مد متصل وليس مدا منفصلا. انتبهتوا؟ طيب أنا بدي أسأل سؤال. هؤلاء، ما هذا المد؟ منفصل. أولئك متصل. انتبهتوا كيف؟ علامة المد في ضبط المصحف. اصطلح العلماء على وضع هذه العلامة، وسنشرحها في آخر الكتاب إن شاء الله. من أين جاءت هذه العلامة؟ فوق حرف من حروف المد إشارة إلى تطويله عن حده الطبيعي، وأصلها كلمة إيش؟ مد، تحولت مع مرور الأيام إلى شكل المدة. انظر صفحة كذا ستأتي معنا إن شاء الله هذه الصفحة. بس نقف عند مد الصلة. طيب، اليوم تكلمنا على مراتب الغنن، أنها أكمل أو كاملة وأكمل وناقصة وأنقص، وأن هذا الميزان مرن. تكلمنا على أنواع المدود 9 في القرآن، وبينا بأي شيء تقاس المدود، وأنها تقاس بالحركات، والمقصود بالحركة هي حركة الحرف لا حركة الإصبع. انتبهتوا كيف؟ وبدأنا بالمدود فتكلمنا عن الطبيعي وأنه بمقدار حركتين، وعن البدل وأنه بمقدار حركتين، وعن العوض وأنه بمقدار حركتين، ثم تكلمنا على المنفصل، ثم تكلمنا على المتصل، وهما يمدان 4 حركات أو 5 حركات، 4 مع 4 وال5 مع 5. إن شاء الله تعالى غدا نتابع الحديث عن مد الصلة، وما حقيقتها وما يعني تقسيمها بسهولة ويسر من غير تطويل كعادتنا إن شاء الله تعالى. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.